قرية مزين قرية كردية تتبع إداريا محافظة اللاذقية في جبل الكرد ناحية كنسبة، وتبعد عن طريق حلب اللاذقية 2 كيلومتر. اسم القرية اسم كردي وهو متأتي من مزن، هم يلفظونها مزين بالتشديد، ولكن الاسم هو مزن أي الكبير. عدد سكانها حوالي 1500 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. قرية مزين أو مزن كباقي القرى في جبل الكرد قسم اللاذقية تعرضت لقصف من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تدمرت هذه القرية، ومعظم قرى الجبل في قسم اللاذقية هم أهلنا هناك بحاجة إلى مساعدة، فقد تهجروا من قراهم بسبب التدمير. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك كي يعيدوا بناء قراهم وكي يعودوا إلى قراهم. يزرع الأهالي أشجار التفاح والخوخ والمشمش والتبغ أيضا. من عائلاتها أبو خليل الحلبي، أبو علي، بريمو، مريم، محمد، عيشو، عابدين، بقداش، حسنو أو حسنو، حمودي، درويش، رمان، سراج، سليمانو، شيخاني، صهيوني، طايع. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان، كيخية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية مزن.